صباح الليرات، صباح الأنوار، صباح السعادة، صباح السرور، صباح الجمال، صباح الأكلات الطيبة، صباح كل شي حلو. ننوش فايقة بس طفيت الاي سي أنا. ننوش، لا يوجد أحد في المنزل. وين العالم؟ وين الدنيا؟ ننوش تحت هي. تعالوا ناكل رز بحليب. لبست هذا ننوش، جابت لي اصفر طالع مثل صوص العيد. الله يفضح عينك يا ننوش. وين؟ مرحبا يا حلوين، مرحبا كيف حالكم؟ اهلا. واو يا عيب الشوم عليكي. ما عندك اخوه شباب تخافي عليهم؟ واو عم تقولي لي ما عندك اخ شاب تخافي عليه؟ ما تستحي حالك انت. شو هالزمن اللي وصلنا له؟ المرة هي تلطش الزلمه. ما فهمت انا. تعاكسني. حلو؟ كثير حلو. حسيت الكنزه هيك طويله. هاي القميص هذا تبعه ولا هيك تمام؟ هو هيك ستايل. بالعكس كثير حلو اللون بجنن. لا حلو لك اصلا جبل بق ايش من لبس بيلبق. هي هذا المثل طلع علي انا. جبل بق شو من لبس بيلبق. بوسي بابا. شو عم تطلع علي؟ شو عم تطلعي ليه انت؟ انا شو قال اجت لعندي بابا ما في جهاز تبع التي في. مين امي ضيعته؟ مين ضيع؟ ما بقى في ولا جهاز. ما عندنا هلا. ما في غير هذا. فوق اثنين اختفوا. ما في غير هذا. ما في غير. اوعى حافظي عليه يستر على عرضك. منيح لعنا سينما لحالنا نحن وقت السهرة. تخيل انا ضيعت جهاز تي في وشان نحضر. ما بعرف، ما تركوا في اثنين فوق. واحد فوق بقعدة الاولاد وبغرفة احمد وايهم ضيعوه. لا غرفة احمد وايها موجود بس موجود تبع المطبخ ضايع. مضيعين تبع المطبخ والقعدة تبع الاولاد. تصطفلوا دبروا حالكم. تعملي لي هيك تصطفلوا. مركزة بالتي في. علي ما علي بدنا نضحك. خدي هي رز بحليب. قومي من هون. صحيح. رز بحليب نشوف. انا حسيت يا نانسي امبارح قسما بالله قلت لك بده لسه يعقد اكثر. نانسي الا بدها تطفي تحته. روحت السهره مشان السهره تبعها. عرفتوا؟ والله ما عم بمزح. بده هذا بده لسه ليتعقد. ايه معلش ورجيني لشوف. مكرنش. شيرين مش بده مريء. طلع معنا مريء. فشل. ما رح تاكلوا يعني؟ لا رح ناكل بس فشل. شايفين؟ طلعوا. بده ما عقدتيه حبيبي، ما عقدتيه. هي تقول لي هلا بيخبص. بده غلي. بده في عالم بتشلوطه بيطلع له طعم الشيط. ماشي. المرة الجاية بشوف. ست راسي انا مو دخلت انا اطبخ رز بحليب. عايش دخلتني. بكفي لك. بكفيه بس ليش ما رديتي علي؟ المرة الجاية ما تلقط بهالتليفون. قلت لك حركي شوي. طلعت حكيت تليفون 10 دقائق ونزلت. ما دخلني. الله يسامحك. خلص مريء. كان بده غلي. لا تعملوا مثلي ولا تردوا على نسوانكم بس تدخلوا على المطبخ. انا ما بحب حدا يدخل معي على المطبخ. ماشي انت وهو. بس بدك تدخل تساوي هيك اكلة حلو طبخة شغلة لا تدخل مرتك معك على المطبخ لانه ما بتخليك تعرف تشتغل. بابا انا بحب اكل هذا بالحليب. عشنا الحالة. انا بحب اكل رز حليب. ايه وانا بحبه بس بحبه يكون على اصوله. انا لا. عرفتوا؟ على اصول بحب اشتغل. المرة الجاية اعملها بدون ما كمان تروح المطبخ. ايه لو سمحتي لا بقى توقفي فوق راسي بالمطبخ وتنقي. خدي ماما. المرة الجاية اعمليه على ذوقك. هذا على ذوقك. على طريقتك هاي مستحيل. لا، هذا مو حماتي ما هيك عملته. لا هذا مو والله حماتي طلع معها قالب. هي مو طلع هلا كيف. هلا اكيد طعمته رح تكون طيبة بس انه بس حلو. المفروض هيك يطلع هيك عرفتوا؟ كل. الله يسامحك. طيب وينك يا امي؟ هذا صار مجدرة. ليش الرز كله نزل لتحت؟ ليش؟ ما تعقد كله. بس هذا طيب اكيد ان شاء الله. بس رزه منيح على فكرة. ايه بسم الله. لا عياراتي انا ما بخربط بشيء. انا بس ادخل بعطي الشغله حقها. بسم الله. بس كثير حلو. ايه حلو والله. حلو يعني. حبيبتي انا حلو. طيب شلون بدك يطلع الاكل؟ بس كان بدي ازيد سكر اللي لا ما نص كاسه. والله نكهته غير شكل. يلا بنوكلي ماما. ما شاء الله. سلم ايديك. الله يسلمك. هذا كله دسم على الوجه. شايفينه؟ القشطة طلعت.
يا اختي كثير اليوم طيب. هلا في عالم هيك بنعمل على فكره بحبوه هيك شوي، في عالم بتحبه ماسك اكثر بتغلوه اكثر. انا امي كانت تشلطه امم تعمل شوي بحبها كان لكن يا امبارح الوطن العربي كله راح يعمل رز بحليب. بس يا ويش بضل على الغاز امم اذا بدك تشلطه. شو عندك ست راسي؟ شو عندك؟ شو عندك حتى ما نوقف على الغاز يعني؟ ما فهمت. سهرتي انا كمان لو مأجلها لليوم بس مشان اكل اليوم، لو عاملينه اليوم دي لا لو عملناها هلا مثل هلا بناكل مسا منه. بابا كتير طيبة. صح يا بابا. هذا بابا عمله. اختي لا حد ف ف ف عملت انت فاهم عمله؟ لا قبل ما انام هي قبل ما بابا. أنام. انت اللي كنتي نايمه خمخومه النوم، خمخومه امك. والله نكهته. انا طلعت جناح، طلعت فخاد. طلع لك جناح؟ بدك طلعت ولا برا؟ طلع جناحات تبع دجاج. اليوم شوف اذا عندي بطاطا. عن جد انا شوفي رز بقلب الطنجره اخذه. انت لانك انت سكبت هي وعلى الغاز. حاسس اللي حالي ما- عم باكل مجدره. انت اللي طلع. لا انا تمام عندي. شوف معلش هيك اوكي بنخلطه هيك هلا بناكل عادي. بس قصدي شايف حبة الرز كيف يا حياتي بس لازم كان بده غلي اكثر. كان بده غلي اكثر عرفتي، بس هاي هي الفكره. عم ياكل خلص الطنجره واخذ والله ما السحب. بعرف. لا هذا جوزك بقعد بياكل عم يطلع ملاحظات، خلص الطنجره وبعده عم يطلع. طب مو ما عجبك قوم. هلا انا بميل للمهلبية اكثر من الرز بحليب. والله بحب المهلبية اكثر. هلا ما عاد تعجبك المهلبية؟ لما كنت اعملها كنت تصفى نص الطنجرة. لك ايه هاي رز بحليب حياتي. يعني المهلبية مش فرق عن الرز بحليب بس بدون رز. هو بتعرف شو ناقصه كان 10 دقائق بس لو مخليتي لي 10 دقائق عم يغلي قبل ما تحطي لي السكر. بس حتى السكر بدنا نطفي ليروح لا. يصير على ايدي. على فكرة لو حتى السكر فيك تخليه يغلي عادي. مو كثير. بس انت عاملينها شمعة نحن. شمعة مشغلين عشان بدها تعلمني شغلي. شوف المرة الجاية بتعملها بدون ما تجي لعندي ابدا. ما تترك الطنجرة وتروح تحكي تليفونات. ايوه بس هذا حطيتها تحرك ما خليته ينجح معي مشان تورجيني وانا بعمله احسن منك. نانسي بتعمل والله بتعمله على بابا اصول. تربري. مرة ثانية بس بدك تعمل الشغلة كفية. عرفتوا؟ هاي بنتي يلا انتبهي على الطبخة وجاي اشوفها. بتخاف ينجح معي ويطلع احسن من هي بتعمله. نزعتني ليها والله. كهينة. مرة ثانية ما بتترك الشغلة بس اشتغل شغلة كفية. دود النسوان هذا. هلا انا معقول اطبخ مثلا اجي احفر الكوسة واخليك تيجي تحشيها؟ اكيد لا. بعمل الشغلة على اصولها بكفيها مو مثلك بتركب بابا نصها. تربري. لا انت والبرجر ليه؟ ما تشوفها غير برجر. لا ماما اليوم ما بدك تطبخ. شلريته ألف صحة مطرح ما يسري يمري بقلب كل واحد بيظلم الناس بيهري. والله يا جماعة أنا بالنسبة لي ما فيش أخبار عن فريدة، بس تحليلي للموضوع بالنسبة لفريدة ضربت ولد من غير حارة. يعني هي حارتنا مو الحارة هي اللي بعدها. ضربت ولد وهربت على البيت. مجمع رفقاته كلهم بإيدهم عصي هيك صغار. كان عمري يمكن شي 11 12 سنة. جمع رفقاته واجا وقف لي قدام باب البناية. كل شوي امد راسي من على البلكون اشوفه وارجع ادخل. اخاف انزل مشان ما اكل قتلي. والله العظيم. فهذا اللي صاير مع فريدة. حضرة جنابكم واقفين على باب اللايف، على باب حسابها التيك توك، وعم تستنوها تفتح وهي خايفة تفتح، خايفة تبلشوا فيها. عرفتوا شو صاير فيها؟ ما في تفسير تاني.